السلام عليكم. يا صباح الجمال وكل حاجة حلوة. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة وصفة من وصفات التراث بتاعنا، وصفة ايام زمان واللمة الحلو. وصفة اليوم من الحاجات اللي ليها ذكريات عندنا كلنا، من ايام دفى العيلة والمذاكرة جنب كوباية الشاي. مفيش حد بيختلف على حبها سواء كبير او صغير. هنعمل النهاردة القراقيش او القرص الناشفة، يعني مقرمشة من بره وهشة وبتدوب في البق. هنعملها وهقول لكم ازاي تطلعوها زي الكتاب ما بيقول بالظبط، وازاي تخلوها دايبة خالص لو بتحبوها دايب، وازاي كمان تخلوها مقرمشة نص نص او مقرمشة قوي. بس قبل ما نبتدي الفيديو كده، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير لو عجبكم الوصفة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في وصفتنا. معانا هنا كيلو من الدقيق او 7 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدامات. معانا معلقتين نشا ما تخليه هش ومقرمش وبيدوب في البق. معانا نص معلقة بيكنج باودر، ومعانا معلقة ونص خميرة، ومعلقتين من السكر. معانا كمان 3 معالق من السمسم، ومعانا كوباية من اللبن، ومعايا كوباية من السمنة، وكوباية الا ربع من الزيت. المادة الدهنية 400 جرام، يعني اقل من نص كيلو بشوية. جبنا كوباية ربع كوباية لبن دافي كده، وهنضيف عليه الخميرة والسكر عشان نشوف الخميرة شغالة ولا لا. دي خطوة مهمة عشان نشوف الخميرة بتاعتنا مظبوطة ولا مش شغالة. هنحطهم على بعض كده ونقلبهم كويس ونسيبهم على جنب على ما الخميرة تشتغل. هنجيب بقى المكونات الجافة بتاعتنا ونضيفهم على الدقيق، ونضيف طبعا ما ننساش نضيف رشة ملح. هنقلب المكونات الجافة بتاعتنا كده. ممكن كمان تضيفي شمر، معلقة شمر او ينسون مطحونين لو حباهم. انا هنا مش حباهم او مش بنحبهم عليه فما ضفتهمش. او ممكن كمان تضيفي معلقة محلب او ريحة كحك. بعد ما نخلنا الدقيق كويس كده ضفنا عليه المواد الجافة، وبعدين دلوقتي بنضيف المواد الدهنية. كوباية من السمنة مسيحاها بدرجة حرارة، مدفياها هي دافية كده، وكمان كوباية الا ربع من الزيت او كوباية زيت. هنبدأ كده نضيفهم على الدقيق ونبسهم كويس. مرحلة البس دي مهمة جدا يا جماعة، لازم تبس الدقيق في السمنة والمادة الدهنية كويس عشان القراقيش تطلع معاكي مظبوطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن كمان تضيفي سمنة بس او سمنة وزيت. السمنة بس هتخليها دايبة خالص، ولو ضفتي زيت بس هيخليها ناشفة خالص. انا هعمل ميكس بينهم، يعني سمنة وزيت، عشان تكون معتدلة ومظبوطة، ولا دايبة قوي ولا مقرمشة قوي او ناشفة قوي. اهم حاجة تبسي الدقيق في السمنة كويس لمدة حوالي 10 دقايق، دي اهم خطوة. دلوقتي الخميرة بتاعتنا سيبناها شوية اشتغلت اهي كده شغالة كويس. هنضيفها كده على الدقيق مع السمن. بعد ما نبسها كويس كده حوالي 10 دقايق، هنجيب كوباية الحليب بتاعتنا وهنضيفها عليها، بس مش هنضيفها مرة واحدة، هنضيفها شوية شوية، ونحاول نلم العجينة كده كويس ونمزج كل حاجة مع بعضها. نلم كل حاجة مع بعض كده وما نعجنش فيها كتير عشان العجينة ما تعملش عرق معانا وتطرد السمنة بتاعتنا. هنلم فيها لحد ما تكون العجينة في ايدنا كويسة طرية كده، وما تضغط عليها ما بتشققش في ايديك، وتقدري تشكلها براحتك وبكل سهولة. ممكن تبدلي الحليب بمية عادي مفيش اي مشكلة، ولكن الحليب بيديلها طعم احلى.
هنلم العجينة كلها كده. هي خدت معايا حوالي كوبايتين من السوائل، كوباية وربع لبن مع كوباية الا ربع مية، ونلمها بالشكل ده. ممكن كمان لو مش عايزة تعمليها سادة ممكن تحشيها عجو او اي حشوة انت حباها، مفيش اي مشكلة. انا كنت عملت قبل كده في فيديو القرص الطرية محشية عجوة، لو حابين تشوفوا الطريقة هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، ممكن تدخلوا عليه وتشوفوه. دلوقتي انا اختبرت العجينة اهي، بشوفها مسكتها في ايدي ضغطت عليها ما شققتش كده. كده العجينة تمام. هنغطيها بقى بورق استريتش ونسيبها حوالي نص ساعة او ربع ساعة على حسب يعني ما تخمر معانا، على ما نجهز الصواني بتاعتنا وبعدين نبدأ في تشكيلها. دلوقتي العجينة بعد ما خمرت بالشكل ده هنبدأ في تشكيلها بقى مع بعض. دلوقتي جهزنا الصواني بتاعتنا ودهناها دهنة خفيفة زيت، وهنبدأ بقى في تشكيل القراقيش بتاعتنا. الصواني الألمونيا أفضل حاجة في المخبوزات، عشان بتطلع المخبوزات لونها حلو وما بتحرقش منك. دلوقتي بعد ما دهنا الصينية كده هناخد جزء من العجين ونبدأ في تشكيله. هنقطعه على شكل اسطواني كده ونضغط عليه ونبدأ في تشكيله. قطعوه على الشكل اللي انتوا بتحبوه والمناسب لكم. هنجيب السكينة كده ونقطعه بالشكل ده. ده الشكل المعتاد لتقطيع القراقيش. هنقطعه كده ونبدأ نرصه في السمك ده اللي انتوا شايفينه ده، هو ده المطلوب. هنقطع واحدة مع بعض تاني كده. الطول والعرض والسمك كل دي حاجات زي ما تحبوا، قطعوها زي ما تحبوا. دي قطعة قراقيش، ده شكل تاني نقطعها بيها، ممكن بالسكينة او ممكن بالقطاعة دي، بتبقى شكلها جميل. هنقطع الكمية كلها مع بعض كده لحد ما تخلص، وبعدين هنسيبها حوالي ربع ساعة او نص ساعة ترفع تاني. ما ندخلهاش الفرن على طول، وبعدين ندخلها فرن حرارته 180 في الرف الاوسط، او لو فرن عادي نار متوسطة من فوق ومن تحت. هتاخد معايا، هي خدت معايا حوالي من 20 ل25 دقيقة لحد ما احمرت من تحت كده ومن فوق وبقى شكلها جميل. بس المهم نسيبها ترفع بعد ما شكلناها لحد ما ترتفع كده وحجمها هيزيد معانا، وبعدين على طول ندخلها الفرن على الرف الاوسط. كده يعتبر خلصنا الكمية كلها تقطيع. نحاول نسيب مسافة بين كل واحدة والتانية عشان حجمها بيزيد في التسوية وفي الخمر. المفروض نولع الفرن في الوقت ده، عشان المفروض ندخلها على فرن مولع من قبل كده. خمرت اهي، شفت حجمها ارتفع ازاي، حجمها زاد. هنبدأ بقى ندخلها في الفرن في الرف الاوسط على حرارة 180. هتاخد معايا من 20 ل25 دقيقة، ونبص عليها كل شوية ونديرها ونقلبها كده. بعد ما استوت معايا اهي بتكون بالشكل ده. شفتوا شكلها جميل ازاي، ومن تحت زي فوق. ده شكل القراقيش لما خرجت من الفرن، هشة من جوه ومقرمشة من بره، مش مكتومة ولا اي حاجة. ريحتها تحفة. عايزة اقول لكم ان ريحتها جميلة تفتح النفس. وده شكلها من جوه. معلقتين النشا اللي احنا ضفناهم دول بيخليها مقرمشة وهشة. لو انت مش عايزاها مقرمشة قوي ممكن تستغنى عنهم عادي وتضيفي بقية المقادير، مفيش اي مشكلة. يا سلام بقى مع كوباية شاي بالنعناع او كوباية شاي بلبن، بألف هنا.
شايفين شكلها جميل ازاي؟ ما تنسوش بقى تجربوا الوصفة وتقولوا له رأيكم فيها. قولوا له رأيكم في وصفتي في الكومنتات، رأيكم يهمني. وعايزاكم كمان تدخلوا على قناتي وتشوفوا فيها وصفات هتعجبكم. بتمنى من قلبي ان يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك، وتنزلوا تحت الفيديو تعملوا لي اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بوصفات الجديدة. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.